من جديد أحباب الصباح في كل مكان، وسعد جدا وعبر أولى محطاتنا الهاتفية عبر وطن الجمال. نرحب بضيف الصباح لهذا اليوم سعادة الرائد علاء الدين عبد الله قائد قوات درعا النخيل. أهلا ومرحبا بك وصباح الخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وصباح النور. إذاعة دنقلة الإذاعة الفتية، ونقول لكم تحية صباحية، وعبركم جميعا نحيي جميع المستمعين وجميع المشاهدين. تحية لك وتحية عبرك لقوات الشعب المسلح، وهي تخوض معي العزة والكرامة، وتحية لكل القوات المساندة لقوات شعبنا المسلحة. تحية للمستنصرين وتحية للقوات المشتركة، وهم أيضا يشاركون في هذه المعركة لإنهاء هذا التمرد بإذن الله تعالى. بداية حديث عن دور قوات درعا النخيل في إسناد القوات المسلحة في معركة الكرم. والله بدأ يعني لا بد لي من أحيي الجيش السوداني وأحيي القوات المساندة جميعا للجيش السوداني والقوات النظامية الأخرى، فكان لا بد لي من تحية لهم، فأقول لهم السلام عليكم أهل السلام، أهل الحسم عند اللطام، أحفاد كرري، أبناء أبا، أماجد شيكان، لكم التقدير ناصري لمنبا، منتصري كرن، لكم اليمن حماة العرب، حامي اليمن، لكم العرفان ومعرفة الربان، عند منحكم العتاد الألماني تسودون العالم كأسود، لكم التحايا تسري السرب، تحية منا لكم همة المبدد للشكيمة بثبات الزاد وامتشاق العتاد، فالتحية لكم جميعا. فكان لابد أن أرسل هذه التحايا للقوات المسلحة، وبالأخص الفرقة 19 ودرعا النخيل. وإن كان من تعريف لقوات درعا النخيل، طبعا هي قوات تشكلت في إطار جهود من لجنة الاستنفار والتعبية بمحلية مروي وقيادة الفرقة 19 مشاة. فهي تكونت في يوليو من العام 2024 بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للدفاع عن الوطن، وسلمت كاملة لعمليات الفرقة 19 مشاة بجاهزية وقوة كبيرة جدا. هذه القوة أخضعت لتدريبات عسكرية مكثفة في معسكرات متخصصة استعدادا لتنفيذ المهام القتالية، وأهدافها هي تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والمنشآت الحيوية من التهديدات المحتملة، ويليها ذلك الدعم والمساندة الكبيرة للقوات المسلحة في العمليات العسكرية في معركة الكرامة. هذه القوات أخضعت لقانون القوات المسلحة حسب ما نص القانون، وسلم اللواء والكتائب المكونة له إلى قيادة عسكرية. درعا النخيل ساهم مساهمات كبيرة جدا جدا، وشارك في تحرير القيادة العامة ومصفاة جيلي وعدد من المناطق، وحاليا نقولها بملء الفاء منشنين على هدف كبير هو دارفور إن شاء الله بإذن الله تعالى. الله تعالى. طيب سعادة الرائد، أيضا خلينا نتكلم عن مدى التنسيق والتعاون بينكم وبين القوات المساندة في الحفاظ على أمن واستقرار المواطن. والله هو التنسيق هو تنسيق كبير، وهو أمر ضروري لتحقيق الأمن والاستقرار، وتنسيق في تبادل المعلومات الاستخباراتية حول التهديدات الأمنية، وكذلك تنسيق في التدريب المشترك لتعزيز القدرات والخبرات والدعم اللوجستي والعمل المشترك لحماية الحدود. ولدينا ثقة كبيرة متبادلة، ونحن نعمل سندا للقوات المسلحة ونخضع تحت إمرتها ونتبع لها. نعم.
أيضا خلينا برضو من خلال هذه المساحة نتكلم عن الأنشطة والبرامج التي تنفذها قوات درع النخيل في تخريج عدد من الكتاب. وأنت من خلال حديثك ذكرت إنه من ضمن التنسيق بينكم وبين القوات المسلحة إنه التدريب برضو هي واحدة من الحاجات اللي بيتم التنسيق بينكم بينها. والله احنا عندنا طبعا اعمال التخريج انه زي ما ذكرتهم كل القوات التتبع لدرع النخيل هي قوات رافده من المقاومه الشعبيه، واي تخريج حق دفعات على مستوى محليه مروي في جميع القطاعات انه درع النخيل قاعد يكون مساهم فيه مساهمه كبيره في التراتيب حق جميع التخاريج. وبعدها مباشره بترفت هذه القوات المتخرجه مباشره الى قوات درع النخيل بتنسيق كبير جدا بين الفرقه 19 والمقاومه الشعبيه ودرع النخيل. نعم، حديث عن احتفالكم يعني مؤخرا بتخريج عدد من المستنفرين. والله الحمد لله يعني كان عدد مقدر من قوة مستنفرة لبت نضال القائد العام، وهدف الأساسي هو كان نظرهم على كل الوطن وليس على جزئية منه. فهم عند التخريج كما تابعتم إنه عاهدوا الله أولا وعاهدوا هذا الوطن وعاهدوا القوات المسلحة بأنهم أينما رمي بهم فهم ثمرة ناضجة بإذن الله تعالى. إن شاء الله بإذن الله تعالى. شكرا لك جزيل الشكر سعادة الرائد علاء الدين عبد الله رائد قوات درع النخيل، وأنتم تمثلون صمام الأمان والدرع الآن للسودان من خلال مساندتكم لقوات الشعب المسلحة في هذه المعركة. بإذن الله تعالى قريبا جدا ينتهي التمرد وتنتصر إرادة الشعب السوداني وتنتصر قوات الشعب المسلحة في هذه المعركة. بارك الله فيك، لكن بس داير لي زي ما يقول ثواني لتحيتي لكتائب المكونة لدرع النخيل، ونقول لكم لدينا أهوال لديهم من الشدة ما يدخل الفزع والخوف والرهبة في قلوب كل من يمس بأمن هذا البلد. لدينا لهيب نار من غير دخان، لدينا جواسر ذوي إقدام وشجاعة، لدينا كواسر تجرح وتلحق الهزيمة بالخصم قلوبهم لا تعرف الخوف، لدينا نيران بها نور وحرارة محرقة لهم نارها لنقول نحن درع النخيل نحرس الوطن بدمائنا. لدينا أسود لا يعرفون التراجع، لدينا قوات الدوم التي تضرب المثل في الانضباط والبسالة والتضحية والفداء، لدينا نمور تتوشح بالعزم وتزأر في وجه كل معتد عميل، لدينا من سميت به المقصود في المقولة التي قال عمر بن الخطاب لا تستعمل البراء على جيش من جيوش المسلمين فإنه مهلكة من المهالك يقدم بهم. بارك الله فيكم. وحقيقة نحن فخورون بإذاعة الضنقل الشمالية وتغطيتها الشاملة لكل الفعاليات، فأنتم تقومون بمجهودات جبارة في سعيكم الجاد في تطوير العمل الإذاعي الوطني. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد. اللهم آمين يا رب. شكرا جزيلا، شكرا لهذه المساحة. بارك الله فيكم، الله يجزيكم خير.